الأحبة كان يمر في طريق وكان من الشباب الصالحين، وبينما هو يمشي في طريق وإذا بامرأة جميلة رأت هذا الشاب فأحبته حبا عظيما، وقع في قلبها هذا الشاب فأرسلت إليه رسالة غرامية، إما أن تأتينا أو أن نأتيك. فرد عليها برسالة ثانية قال لها متى أتيك؟ ففرحت هذه المرأة فأرسلت إليه في آخر الليل عندما ينام الناس. فرد عليها برسالة ثانية قال لها ومتى تنام عين الله؟ الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فقالت له إما أن تأتيني برسالة ثانية أو آتيك. فرد عليها قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يئست منه هذه الفتاة لكن ما زال قلبها متعلق به، أحبته حبا عظيما. فماذا صنعت عياذا بالله؟ ذهبت إلى السحرين، والذي يذهب إلى السحرة يأتي بناقض من نواقض الدين، نسأل الله العافية، إذا صدقهم بما يقولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نسأل الله يجرنا وإياكم. ولا يفلح الساحر حيث أتى، والسحر كفره، نسأل الله يجرنا وإياكم. فقالت له أريدك أن تجعل بيني وبين هذا الشاب علاقة وأبغاه يحبني. ففعل لها ذلك الساحر بعض الشعوذة واللخبطة. فبينما كان هذا الشاب جالس مع أبيه وإذا بهذا الفكر المرأة تخطر على باله، سبحان الله ما كان تخطر له على باله، وإذا يشعر في قلبه بأن له رغبة أن يذهب إليها. فإذا به يصيح يا أبي يا أبي يا والدي. قال له والده ما بك يا بني؟ قال أدركني بقيد. بقيد؟ قال نعم ائتني بقيد. فجاء الأب وهو مستغرب ما هو عارف القضية، فجاء بقيد حبل شديد جدا. قال يا أبي قيدني، ربط أيدي وأرجلي. قال لما يا بني؟ قال سأخبرك لكن قيدني الآن. فقام الأب يقيد ابنه، ربطه بالسلاسل أيديه وأرجله. فقال له يا بني ما بك؟ قال يا بني يا أبي لقد خطر علي خاطر أن أذهب إلى هذه الفتاة، وأخاف أن أذهب إليها فقع في الزنا فيغضب الله جل وعلا علي، لكن أغلق علي الباب فلا تجعلني أخرج. يقول فجلس هذا الابن مقيد بالحبال قد أغلق عليه الباب، وإذا بوالده فجأة يسمع هذا الشاب يصيح بصوت مخيف مفجع. فذهب إليه فوجد يتقلب ذات اليمين وذات الشمال. فجأة وإذا به يتحرك. جاء إليه والده حرك يمينه حرك شمالا وإذا به قد مات وفارق الحياة والدم ينخر من مفعله. الدم يخرج من منخره يا أخواني ودمه نازف وقد انتقل إلى الله جل وعلا. قتله السحر لكنه رضي أن يموت قتيلا مقيدا ولا يذهب إلى هذه الفتاة التي دعته إلى الفاحشة والمعصية. يؤمن بأن الله يراه وأن الله سيطلع عليه وأن عمل هذا سيدون في صحيفته يوم أن يلقى الله جل وعلا.